أفضل أيام السنة، وفيه هذه الصلاة العظيمة، وبعدها يتقرب لله تعالى بالضحايا ويجوب أيام التشريق، وكلها عيد أهل الإسلام، فما أعظم الله على عباده وما أشد رحمته بهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، العيد في الإسلام عبادة عظيمة تتجلى فيه مظاهر الطاعات القائمة على الإيمان والتقوى، ففيه تكبير وصلاة وصدقة وتعاب وصلة أرحام، بعيدا عن مظاهر الشرك والفجور والبدعة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود. العيد فرح وشكر وتعبير صادق عن انتماء للأمة ولهذا الوطن الغالي، واعتزازا بدينها وولاة أمرها، وفيه تظهر أخلاقها وقيمها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، متفق عليه. ما أجمل الاجتماع والتآلف، وما أعظم التماسك والتكاتف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا